احلى شيفات في الفندق بجد، بيعملوا لنا اكل روعه روعه. انا زدت مش عارفه اروح اعمل ايه في اللي زدته ده كله. تسلم ايديكم، تسلم ايديكم. النهارده كان في الغدا بقى كل يوم منيو شكل، وانا منزله لكم كله هتشوفوه ان شاء الله. والنهارده في عشاء شرقي ان شاء الله هيتصور كله. اهلا بك يا شيف. دي نجريسكو صح؟ والخضار السوتيه. وده الرز والباستا في مكان تاني للي عايز وايت او ريد صوص. وده دي كرومي موجودة في العشاء معانا النهاردة. هنكمل البوفيه مع بعض. ده خضار سوتيه. خضار ودي بطاطس. وده طبق عشاء أول يوم في الفندق. كان دي كرومي وكفتة ولازانيا وأنواع مختلفة من المكرونة زي ما انتوا عايزين. سباكيتي بني، صوص أبيض، وايت صوص أو ريد صوص زي ما انتوا عايزين. وده غدا تاني يوم في الفندق. طبعا الواحد بياخد حاجات بسيطة عشان الوجبة الدسمة بتبقى في العشاء. بيعملوا أصناف فاخرة من ديك رومي بط، وده عشاء تاني يوم لينا في الفندق. وده الديزرت معانا بعد العشاء. بما ان النهارده معانا يوم شرقي فمعانا الحلويات طبعا، لقمة القاضي وكنافة والبسبوسة وشكرلم. الله
آه. بقية الحلويات طبعا الشرقية، الجلاش وصوابع زينب ورموش الست والكنافة، حاجات تحفة بجد، تسلم ايديهم. طبعا المشروبات بارد وسخن. اجمل هنا حاجة هنا بقى في ركن الاطفال، ممكن يلعبوا وانتوا بتاكلوا. المطعم كبير جدا والاكل هنا تحفة بجد. مش عايزة اقول لكم انا زدت لي على الاقل 5-6 كيلو في ال3 ايام اللي قضيناهم هنا. ادعوا لي بقى ارجع اعمل الريجيم بتاعي واخس شوية. بس صراحة محدش يشوف الجمال والحلويات دي ويقول ريجيم خالص. شوف هنا بقى حطولنا ام علي، كانش لسه اتحطت. تحفة بالهنا والشفا. وده العشاء الشرقي اخر يوم لينا في الفندق. اعمل لنا عشاء شرقي عظمة، بط وملوخية ومكرونة بشاميل وكفتة وكشري مصري وانواع تانية كتير. هنا طبعا المعجنات هنا خطيرة خطيرة خطيرة. في الاخر يا جماعة انا اتبسطت جدا بتواجدي هنا في الفندق، وبجد عايزة اشكركم واشكر واشيد بمستوى الضيافة عندكم هنا ومستوى الاكل والتعامل بجد. فانا بقدم التحية ليكم كلكم لجميع الكاست بتاعكم بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن جميع كل النزلاء اللي كانوا متواجدين. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ سيد. شكرا.